هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 9 سبتمبر. وكما عودناكم دوما مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار. وفي عودة لبرنامج تعليق على الحدث، نقدم لكم في الجزء الأول تعليقا حول الذكرى 58 لانطلاقة شرارة الكفاح المسلح في إريتريا. وفي الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا خبريا حول أهم المهام التي تواجه الحكومة السودانية الجديدة. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. انشقاق صحفي إريتريين عن وزارة الإعلام الإريترية. رئيس الوزراء السوداني ينجح في تشكيل حكومته وارتياح دولي للخطوة. تركيا تحذر بإغراق أوروبا باللاجئين. وأخيرا الموت يغيب الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أكدت مصادر موثوقة لإذاعة إرنا بأن الصحفي الرياضي الإريتري كبرآب تسفا ميكائيل انشق عن البعثة الإريترية التي شاركت في دورة الألعاب الأفريقية 12 والتي أقيمت في أغسطس الماضي في العاصمة المغربية الرباط. وكان الصحفي كبرآب ممثلا لوزارة الإعلام ضمن البعثة التي ترأسها عقيد من وزارة الدفاع، إضافة إلى أعضاء من مفوضية الشؤون الرياضية واللاعبين والمدربين والمشاركين في الدورة. ويعد الصحفي كبرآب من ألمع الصحفيين الرياضيين في البلاد. وقالت المصادر بأنه غادر القرية الرياضية التي كانت تقيم فيها البعثة رغم الحراسة المشددة، واستطاع مغادرة المغرب إلى دولة ثالثة. وعقب اختفاء الصحفي قامت البعثة بالاتصال بالشرطة المغربية التي أكدت بأن الصحفي لم يغادر البلاد عن طريق المطارات المعروفة. وشاركت إريتريا ضمن مناشط ألعاب القوى والسباحة وسباق الدراجات والريشة الطائرة وتنس الطاولة. وكان الصحفي مسؤولا عن تغطية المناشط بإرسال التقارير إلى وزارة الإعلام. الجدير بالذكر بأن ما يزيد عن 100 إعلامي إريتري استطاعوا الفرار من البلاد بوسائل مختلفة في ال10 سنوات الماضية، وأغلبهم من العاملين في وزارة الإعلام. أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور عبد الله حمدوك عن تشكيل حكومته للفترة الانتقالية والتي صادق عليها المجلس السيادي. وقال رئيس الوزراء بأن من أولويات حكومته تحقيق السلام الشامل في البلاد، حيث شكل مجلس الوزراء لجنة مصغرة لمتابعة مفاوضات السلام مع الأطراف الحاملة للسلاح في البلاد. وقال رئيس الوزراء بأن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، خاصة في مجال الاقتصاد والتنمية المستدامة، وأنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها بشكل فعال وناجز. على الصعيد الدولي، رحب الاتحاد الأفريقي بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، وأعلن عن عقد جلسة لمجلس السلم والأمن لمناقشة الأوضاع في السودان. وأعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه بأنه يؤيد تشكيل الحكومة الجديدة، وسوف يتعاون معها في مساعيها العملية لمعالجة مشاكل البلاد. وأكدت كل من فرنسا وألمانيا بشكل أحادي عن دعمهما لرئيس الوزراء الجديد في مهامه المقبلة، بينما أعلنت اليابان كذلك استعدادها لتقديم المساعدات للحكومة الجديدة في مجال إزالة الألغام من مناطق النزاع. وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث بعد نشرتنا الإخبارية. قالت البي بي سي في تقرير لها من أنقرة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر بأن أنقرة قد تعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا إن لم تتلقى دعما كافيا لخطتها لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا وشرق الفرات. وقال أردوغان أن حكومته تريد إعادة توطين 1,000,000 لاجئ سوري في المناطق المعتزم إنشاؤها، من بين أكثر من 3,500,000 سوري لجوا إلى تركيا فرارا من الحرب.
ويريد أردوغان إلى أن تكون المنطقة الأمنية منطقة عازلة لمواجهة مقاتلي السوريين الأكراد الذين تساندهم الولايات المتحدة، وينظر هو إليهم باعتبارهم إرهابيين يهددون أمن تركيا. وتسيطر تركيا حاليا على أجزاء من شمال سوريا، وتقول أن 350 ألف سوري عادوا بالفعل إلى هناك، وتقيم منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة في الشمال الشرقي، حيث يقول أردوغان أنه يمكن نقل المزيد من اللاجئين إليها. أعلن رئيس زيمبابوي إميرسون منانغوا بأن الرئيس السابق للبلاد روبرت موغابي توفي صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 95. وكان الرئيس روبرت موغابي قد حكم البلاد لمدة 37 عاما متواصلة كرئيس مطلق للبلاد التي نالت استقلالها سنة 1980، واضطر للتنازل عن الرئاسة بعد تدخل الجيش في عام 2017. وكان موغابي قد تحول من مناضل من أجل استقلال زيمبابوي إلى أحد أسوأ الطغاة في أفريقيا، وكان قد صرح بأنه سوف يحكم بلاده مدى الحياة، ولكن الجيش والموت كان له بالمرصاد. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل من زيمبابوي، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. انشقاق صحفي إريتري عن وزارة الإعلام الإريترية. رئيس الوزراء السوداني ينجح في تشكيل حكومته وارتياح دولي للخطوة. تركيا تحذر بإقراق أوروبا باللاجئين السوريين. وأخيرا الموت يغيب الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة نرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول الثورة الإريترية وتطورها والواقع السياسي لإريتريا ضمن الاحتفالات بالذكرى 58 لانطلاق شرارة الكفاح المسلح بقيادة القائد الرمز حامد إدريس عواتي. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تقريرا من صحيفة لوموند الفرنسية يتناول أهم العوائق والعقبات التي تواجه الحكومة السودانية الجديدة. فأهلا وسهلا بكم مجددا. هذه إذاعة إرنا. كتب هذا التعليق في الذكرى 54 لانطلاق شرارة الكفاح المسلح لإريتريا في عام 2015، وكان تحت عنوان قتل القادة وأزمة السياسة الإريترية. وبما أن الأحداث لم تتغير بشكل جذري فيظل واقع الأمر مستحقا لهذا التعليق الذي يتناول أزمة القيادة والسياسة في إريتريا. تكشف التداعيات التي رافقت الاحتفال والتناول المتباين للذكرى 54 لانطلاقة شرارة الثورة الإريترية بقيادة القائد الرمز حامد إدريس عواتي الكثير من مثالب التفاعل السياسي الإريتري وهشاشة بنيته التحتية. انقسمت الساحة ما بين ألسنة حداد سلقت القائد الرمز بحجة أنه ليس محل إجماع وطني واندفاع مجموعة أخرى للدفاع الأعمى عنه، وما بين الفريقين تكشفت عورة التفاعل السياسي الإريتري وأزمة القيادة فيه. القيادة أبرز مظاهر عملية التفاعل السياسي بشكل عام، وفيها تتجلى الحالة الإنسانية في نبلها ودناءتها، فالسلطة مطلب غال ويقوم الواقع المحيط بتحديد أشكال التنافس عليها، وهو ما يعرف بالشرط التاريخي لظهور القائد السياسي. لنبدأ من واقعنا بتأمل موقع الشهيد عواتي وقتله كرمز وطني جامع، ولنجب أولا عن سؤال: لماذا هو رمز وطني؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أولا،
حامد إدريس عواتي الشخص والفرد بتاريخه الشخصي الفريد ولد قبل 1 سبتمبر من عام 1961، ولكن عواتي القائد الرمز ولد بعد ضحى يوم الهجوم الذي شنه على العدو لثبي مع كوكبة من الأبطال الذين رافقوه في صنع تاريخ جديد لإريتريا. وهذا الميلاد الجديد لهذا الرمز الوطني يجب ما قبله، لأنه جاء معمدا بالهم الوطني الكاسح الذي هو امتداد لنضالات مشرفة وسابقة قادها رموز آخرون. كان لعواتي قبلها خيار أن يكون شيخا لخط أو زعيما لقبيلة أو إماما لمذهب، ولكنه اختار أن يكون ثائرا ضد عدو واضح المعالم والأغراض. ضمن هذا الفعل السياسي والعسكري ولدت رمزية الشهيد عواتي، ومن يحاكمونه اليوم أو أمس بحجة أنه ليس محل إجماع وطني لا يستخدمون محاكمة وطنية لتجريده من هذه الرمزية، بل يستخدمون محاكمة قبلية أو جهوية أو دينية. وبالفعل إذا طبقنا معايير الجهوية أو القبلية أو الطائفية لوجدنا أن حامد إدريس عواتي تسامى عليها جميعا. لذلك فهو ليس رمزا لقبيلة أو لجهة أو لطائفة. إذن المنطق المقابل هو كونه رمز وطني جامع عليه إجماع عام. عمر المختار ونيلسون مانديلا، عبد القادر الجزائري، شارل دي غول، كل هؤلاء رموز وطنية في حدود أوطانهم، لم يرفعوا إلى مصاف الآلهة ولم يحقروا، ولكن تم تكريمهم وتوقيرهم وحفظت كرامتهم ومآثرهم للأجيال القادمة. رغم ذلك فتحت صفحات حيواتهم للباحثين التاريخيين الموضوعيين لتقصي دقائق شخصياتهم، ولكن دون الإخلال برمزيتهم الثابتة. فهم في المحصلة الأخيرة بشر قبل أن يكونوا رموزا، وحال عواتي لا يختلف عنهم كثيرا، إلا كونه إريتريا ينبش قبره بعد نصف قرن فقط على رحيله، وهذا بسبب أن بنية التفاعل السياسي الإريتري لا زالت في أطوار أسنانها اللبنية، ولم تتخلص بعد من الثالوث الجهنمي المتمثل في الطائفية والقبلية والجهوية. من الطبيعي ضمن هذا السياق التاريخي أن لا يكون الرمز الوطني محل إجماع بسبب تشتت الولاءات، ولأن شروط الإجماع الطائفي والقبلي والجهوي بطبيعتها إقصائية، فرمز القبيلة الفلانية ليس بالضرورة رمزا للقبيلة العلانية. هذا التطور البدائي للتفاعل يحيل مباشرة إلى أزمة القائد في سياق التفاعل السياسي الإريتري. هذه إذاعة إرنا. القائد السياسي يحتاج بديهيا إلى شرعية وقبول وإجماع وتنازل من الرعية عن جزء من حقوقهم، أي إلى درجة من الانقياد حتى يتمكن من القيادة، ومن ثم يعطى مساحة للقيادة ومساحة أخرى للمساءلة، هذا ضمن سياق تفاعل سياسي سليم وصحي. ولكن ما الذي يحدث في إريتريا؟ لا يستطيع الواقع الإريتري الراهن والذي يمارس السياسة في سياق مجتمع بدائي أن يخلق القائد الوطني الجامع، وذلك بسبب القسمة على واقع الجهوية والطائفية والقبلية. إذن أن الشعب لا يستطيع تقديم الشرعية والتنازل الطوعي عن الحقوق، أي الانقياد أو دعم القائد بالإجماع التأييدي لأداء واجب القيادة. فعندما يتم قسل القائد المقترح بالمواد الكاوية للطائفية والجهوية والقبلية، فماذا يتبقى منه ليحكم؟ بهذا الغسيل الثلاثي الأبعاد نقتل قادتنا في إريتريا قبل أن يولدوا، ولأنه مستحيل عليهم أن يحصلوا على إجماع ثلاثي مضاف إلى إجماع وطني. وفي إطار هذه المعادلة غير المتحققة أبدا يتم وأد مشروع قادة المستقبل، بل وارتد الحال لمحاكمة الرمز عواتي ضمن شروط هذه المرحلة اللبنية. والأغرب من ذلك من انبرى للدفاع عن عواتي
أصابه في مقتل من حيث لا يدري، إذ جيره للقبلية والجهوية، وهو الأمر الذي يناقض رسالة عواتي نفسها. التجني لا يصيب الرمز فقط، بل يتعداه إلى رسالته، فمن يهدم ما خرج عواتي من أجله ينال من رمزيته أيضا. لو أخذنا مثال الطاقية إسياس اليوم، لوجدنا أنه لم يمر بالمغسلة الثلاثية الجهنمية، لأنه يعرف مسبقا لو أنه عرض نفسه للحصول على إجماع ثلاثي لما ساد أبدا. لذلك انتزع الإجماع والشرعية والقبول انتزاعا، فحكمه في ظل السياق الإريتري المريض يتكي على شرعية الاغتصاب وقبول القسر وإجماع الخوف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إذا لم يتواضع الشعب الإريتري على الانقياد لقيادات يختارها بعيدا عن الثالوث الجهنمي، فالطغاة جاهزون لانتزاع القيادة، والحياة سجال بين أرحام تدفع وقبور تبلع. والسلطة السياسية هي محل المنازعة في غياب موجبات الإجماع والتراضي الوطني، وهي عكس للطبيعة البشرية منذ الأزل وحتى قيام الساعة. فعندما وضع معاوية أسس حكمه خطب في الناس قائلا: من نازعنا عروة هذا القميص أجرناه خبيئة هذا الغمد، أي من نازعنا ولاية الأمر أذقناه حد السيف. ختاما، كما أن هناك شروطا تاريخية لبروز قيادات تاريخية، فإن درجة من السلوك السياسي التي تحدد القيادة والانقياد. وللأسف فإن الواقع الإريتري لا يترك مجالا سوى لبروز طاقية جديدة. ما نراه اليوم هو وعد للقيادات الواعدة ونقوص لتدمير الرموز الوطنية، فماذا بعد؟ استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى تعليق بخصوص ذكرى الفاتح من سبتمبر، انطلاق شرارة الكفاح المسلح الإريتري، وكان تحت عنوان قتل القادة وأزمة السياسة الإريترية. هذه إذاعة إرينا. وتستمعون مستمعي ومستمعات الأفاضل في الجزء الثاني للتقرير الخبري الذي عدته صحيفة لوموند الفرنسية حول المهام التي تنتظر رئيس الوزراء السوداني الجديد، وهو منقول عن موقع الجزيرة الإعلامي. متابعة طيبة. هذه إذاعة إرينا. قالت لوموند الفرنسية أن أمام رئيس الوزراء السوداني الجديد 6 أشهر فقط لفرض نفسه على الجنرالات وإعادة هيكلة الاقتصاد وإقامة السلام مع الجماعات المسلحة. وأبرزت الصحيفة أن حكومة عبد الله حمدوك لا يمكنها أن تستفيد من فترة سماح تلتقط فيها أنفاسها في ظل ما ينتظرها من قضايا لا تحتمل التأخير، لأنها صمام ضمان استقرار السودان بعد انتهاء دكتاتورية الجنرال عمر البشير. وأكدت الصحيفة إلى أن حمدوك وبعد تشكيله للحكومة الجديدة عليه أن يبدأ فورا في التصدي لقضايا على عدة جبهات يمكن التنبؤ بها، وأن يكون جاهزا لمواجهة قضايا على جبهات أخرى غير متوقعة وقد تكون نذير شؤم. وأضافت أن أول ما ينبغي لحمدوك أن يعمله هو أن يجد المال ليخرج السودان من أزمة اقتصادية كانت شدتها عاملا رئيسيا في سقوط البشير في أبريل الماضي. لهذا فإن الخبير الاقتصادي المحترم ما فتئ منذ عدة أيام يقرر أنه لا بد من الحصول على 8 مليارات دولار، على أن يصل منها 2 مليار في غضون 3 أشهر لإنهاء خطر النقص الحادث في المؤن. ورأت الصحيفة أن هذا الهدف بصيغته الحالية لا يبدو بعيد المنال، إذ أن من المحتمل أن تؤدي العودة السريعة بالأمور إلى الهدوء، وكذلك رفع العقوبات الأمريكية المفروضة منذ مدة إلى فتح الباب أمام تطوير خطة إنقاذ دولية لصالح القطاع المالي السوداني. هذه إذاعة إرينا. وبعد ذلك تقول صحيفة لوموند الفرنسية: سيكون على رئيس الوزراء الجديد أن يتصدى ل3 ملفات أساسية، أولها
إثبات سلطته بوضوح تجاه مجلس السيادة، وهو الجهاز المدني العسكري المختلط الذي يعد الجهة التنفيذية بالحكم. وثانيها التصدي للقضايا الاقتصادية في ظل السيطرة الكبيرة لأباطرة النظام السابق، بمن فيهم مسؤولو الأمن والاستخبارات على مفاصل الاقتصاد، وذلك بنسبة تقدر ب70% حسب بعض الخبراء المستقلين. وتختتم لوموند تقريرها بأن الملف الثالث الذي ينبغي لحمدوك أن يتصدى له دون انتظار فهو تحقيق السلام مع الجماعات المسلحة في أجل لا يتعدى 6 أشهر، وإذا ما تحقق ذلك فسيتوج بانتخابات ديمقراطية عام 2022. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى تقرير عن صحيفة لوموند الفرنسية عن المهام التي تنتظر رئيس الوزراء السوداني الجديد. وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، وأذكركم بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. انشقاق صحفي إريتري عن وزارة الإعلام الإريترية. رئيس الوزراء السوداني ينجح في تشكيل حكومته وارتياح دولي للخطوة. تركيا تحذر بإقراق أوروبا باللاجئين. وأخيرا الموت يغيب الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي. مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، بذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.